السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم النهارده؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبهنا وبصحة وسعادة. النهارده بقى بإذن الله هنعمل الزبادي بطريقة سهلة جدا، والناس اللي بتشتكي من الزبادي ما بيجمدش معاها او بيفضل فيه مية او ما بيجمدش، يعني يبقى جامد كده. لا، النهارده بإذن الله هقولك تعمليه ازاي. طبعا زي ما شايفين علبة زبادي اهي هنحطها، ولازم الزبادي يكون دافي زي ما بنقول احنا يا مصريين، زي دمع العين. يعني بصي كده اهو، لازم يكون دافي. طبعا انا غلياه من بالليل، والصبح على طول دفيته. والزبادي لما تحبي تعمليه لازم، والزبادي اول ما تيجي تعمليه اول ما تصحي يعني من النوم كده. طبعا احنا بنصحى في رمضان متاخرين، بنصحى على الساعه 2. ممكن بقى تعمليه لغايه السحور باذن الله، والايام دي الجو حر، فايه هيجمد معاكي بسرعه وهيعمل معاكي بسرعه. طبعا زي ما انتم شايفين احنا حطينا علبه الزبادي، حطيناها كلها. ممكن تحطي في كل في كل مج او فخاره حته، معلقه 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 معلقه. فانا حطيتها كلها ايه مره واحده، واقلبها اهي زي ما انتم شايفين. تقلبيها قوي تحس ان الزبادي كله داب. طبعا انت عاوزه تشوفي الزبادي داب معاكي ولا لا. اهو معلقه كوبايه الزبادي دابت خالص. الزبادي بتاعنا اسهل منه ما فيه. زي ما انت شايفه كده هي خلاص دابت. هنجيب بقى ايه ونحطها. وزي ما انتم شايفين هنحط في كل حاجه. زي ما انتم شايفين اهو انا صبيته كله، بس هو اللبن جه ناقص معايا شويه ان انا ما مليتش الفخار كلها. فصبيته وعملته بقى، وهجيب ميه سخنه بتغلي. انا هشغل دلوقتي الغلايه ثانيه واحده. انا بتغلي، هجيب ميه سخنه بتغلي واحطها هنا في الصينيه واغطيها. وممكن تكوني مدفيه الفرن على درجه حراره واتش خاص، مدفياه يعني. شغلتيه وبعدين ايه رحت طفيتيه، رحت تحطي بقى فيه الزبادي. ممكن بقى لغايه، يعني انا دلوقتي عاملاه حوالي الساعه، اللهم صل على النبي سيدنا محمد، عاملاه الساعه 2. على بعد المغرب اشيله من الفرن واحطه فين في التلاجة يكون جمد. وهوريه لكم برضه، هوريكم ان هو جمد معايا، او حتى لو ما جمدش او الطريقه طلعت فاشله او كده، برضه هوريه لكم نعرف الاخطاء من ايه ونتعلم من بعض. فانا دلوقتي بملى الغلايه واحط ميه، اما بقى تغطيه بغطا يا اما بفوطه. بس انا بغطيه بغطا برضو تجنبا لحسن فوطه تقع او كده. فهروح اجيب الغلايه دلوقتي واجي اعملها. زي ما انتم شايفين الغلايه اهي سبتها تغلي، والميه اهي زي ما انتم شايفينها. هنحط ايه بس مش هنملاها قوي احسن نلاقي الزبادي هو والميه حاجه واحده مينفعش. فزي ما انتم شايفين اهو انا شغلت الغلايه، وهحط ميه نص بالظبط كده. كده خلاص الميه سخنه. هنجيب غطا واروح بقى ايه اخلي ابني يشغل لي الفرن، واروح بقى ايه احطها في الفرن. اوريكم النتيجه لما ايه يطلع ان شاء الله. هوريهولكم اول ما يطلع من الفرن واحطه في التلاجة، واوريهولكم اول ما اطلعه من التلاجة. اتفقنا؟ كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام يا رب بخير.